السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم فيديو جديد من قناتي دلع كرشك مع مطبخ ميدو وميزو. لو اول مرة بتشوف القناة ما تنسيش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض النهاردة شوية مخلل زي الفل، زي العسل، وتقدروا كمان تشيلوه رمضان هيبقى معاكم جميل. زي ما انتوا شفتوا كده عندي ايه، اللفت رخيص الايام دي، وجزر، كنت جايبه قرنبيط اخدت منها حته كده وفصصتها، وكان عندي شويه بصل صغيرين قشرتهم على خيارتين. اللفت يعني الايام دي كتير ما شاء الله ورخيص. تقدري تجيبيه الفتره دي. وعشان بقى ايه تشتري اللفت كده يكون كويس معاكي، حاولي تنقي تكون ناشفه وتقيله، ما تاخديش الخفيفه علشان بتكون مفرغه من جوه عامله زي السفنج فبتكون وحشه، وبتبقى طريه جدا ما بتنفعش في التخليل. بعد كده بتجيبيه طبعا بتنضفيه وتغسليه. انا عملته معاكم تقريبا قبل كده بس قلت ايه اعمل معاكم المشكل النهارده بطريقة سهلة وجميلة. يعني احسن من اللي انتي بتجيبيه من بره وحاجة نظيفة. طبعا غاسلة كل حاجة ومنضفاها ومتأكدة بقى من نظافة اي حاجة بتستخدميها. بقطع كده الخضار بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. يعني حابة تقطعيه تقطيع عادية بالسكينة مفيش اي مشكلة. بس انا ايه حبيت ان انا اختار، يعني اقطع معاكم التقطيعة دي زي ما بتجيبوه كده من بره. بصوا لازم قلب اللفت من جوه يكون كده، يكون صافي وناشف، ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش فراغات، ما فيهوش حته طريه عشان ما يبقاش طري معاكي. خلاص قطعت الكميه كلها زي ما قلت لكم. انا عندي بصل صغير بصراحه، يعني البصل كنت جايباه وطلع وحش وزرع فقلت خساره يعني علشان ما يبصش. تعالوا ايه اما احط لكم كده في شويه مخلل. وعندي هريسه شطه اللي هي الحمراء. بحط كده يعني تقريبا، كنت جايبه ربع كيلو فلفل احمر وضرباه. خدت كده شويه قلبتهم بالحاجات اللي انا هعملها يعني، بالخضار اللي انا قطعته. وحطيت شويه كده في البرطمان من تحت. وبعد ما قلبت كده اللفت بقى بالجزر بالقرنبيط بالبصل بالخيار بكل حاجة، قلبتهم حطيتهم بقى ايه، بدأت ان انا اعبيهم في البرطمان بتاعي. ولازم البرطمان بتاعي يكون مغسول كويس ونضيف وناشف. والمكان بقى ما كنت ضاربة الهريسة، هبتدي كده احط المية، ولكل كوباية من المية معلقة كبيرة من الملح. بدوبهم كده مع بعض. وكمان حطيت معلقتين كبار كده من السكر للكمية كلها. يعني بعد ما شوفي هي يعني هو هياخد منك مية كتير يعني، علشان البرطمان بسم الله ما شاء الله كبير. وحطيت كمان ربع كوباية من الخل، السكر طبعا عشان يحفظه، عشان يفضل محتفظ بالقرمشة بتاعته لأطول فترة. طبعا انا ولا سلقت البصل ولا سلقت القرنبيط ولا حطيت اي مية مغلية. طبعا المية دافية، يعني المية اتغلت وبردت تماما علشان الملح يدوب فيها. علشان الحاجة بتاعتي ما تتهريش، هيستوي هيبقى زي الفل، لان انا مش عايزة افتح عليه بسرعة. وهو كمان اصلا اللفت والخيار والجزر هيستوي يعني على طول ما بيكملش 3 ايام. بس عشان انا عايزة اشيله ما حبيتش ان انا اسلق البصل ولا القرنبيط، حطيتهم زي ما هما هيبقوا طعمهم زي الفل ومقرمشين وحاجة كده في منتهى الجمال. عملت المحلول بتاعي زي ما قلت لكم، المية والملح والخل والسكر. السكر بيحفظه بيديله قرمشه جميله. وببتدي كده ايه اوزع الميه كده واحده واحده لحد ما املا البرطمان خالص. وبحرك البرطمان كده يمين وشمال وببتدي اقفل عليه. وبرضو اقلبه اخليه كده فوق وتحت وفي الجنب زي ما انتوا شايفين. بصوا لوحة فنية. جربوه ان شاء الله كده هيعجبكم وتجربوه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير واشتراك للقناة. وبصوا بقى شايفين الجمال. اشوفكم في وصفة جديدة واترككم في رعاية الله.